حاجة مرعبة جدًا إن إحنا نشوف ناس حوالينا شكلهم طبيعي، بس في الحقيقة هم جواهم شيطان. الناس دي بتفكر إزاي وإيه اللي بيدور في دماغهم وقت الجريمة؟ الله أعلم. قصة أمنية ومحمود من القصص الغريبة والمرعبة جدًا، وبنكررها للمرة المليون. بلاش تثقوا في الناس مهما كان، ولو ظهر على الشخص اللي قدامك أي علامة من علامات الغدر اخلع من غير تفكير، لأنك مهما كان عمرك ما هتتوقع الشخص ده ممكن يغدر بيك امتى وممكن يعمل ايه بالظبط. سنة 2020 في الهرم في محافظة الجيزة بلاغ يوصل لرجال الأمن في اسم شرطة الهرم. راجل كبير في السن بيقول إن بنته مختفية بقالها كام يوم، ولما سأل عليها بقاله كام يوم ولقى إن مفيش حد بيرد راح لها البيت وفتح الباب، وكان المنظر مرعب. أول ما دخل لقى إن سجاد البيت محطوط بشكل غريب جدا، ولما خرج السجاد عشان يشوف في إيه تحتيه بالظبط لقى إن في بقع دم تحت السجاد، وبقع الدم دي كانت مستمرة لحد الديب الفريزر اللي كان موجود في الصالة. بس لما فتح الديب فريزر اتصدم لما لقى بنته مقتولة ومتقطعة ومحطوطة جوه الديب فريزر. وطبعا من بشاعة البلاغ قوات الأمن اتحركت فورا ويوصلوا لمكان الشقة اللي الراجل الكبير ده قال لهم عليه. ولما رجال الشرطة وصلوا عند البيت يلاقوا إن الأهالي والجيران عاملين زحمة تحت البيت وفي حالة انهيار، ويطلع رجال الأمن جوه الشقة ويعملوا كردون أمني حوالين الشقة علشان مفيش حد لا يطلع ولا يخرج ويبوظ الآثار اللي جوه مسرح الجريمة. وبمجرد ما رجال الأمن دخلوا الشقة دي لقوا إن الريحة صعبة جدا، فواضح جدا إن الجريمة دي بقالها فترة كبيرة. لما دخلوا لقوا إن العفش بتاع الشقة بسيط جدا، وهو كان عبارة عن حبة كراتين محطوط فوق بعضه، وواضح كده إن السجاد مترتب بطريقة غريبة. وفعلا رجال الأمن لقوا إن في آثار دم تحت السجادة، ولقوا إن في آثار لحد حاول يمسح الدم ده ولكن الدم نشف وبقاله فترة طويلة. ولما يفتح رجال الأمن الديب فريزر يلاقوا إن في فعلا أجزاء بشرية محطوطة جوه الديب فريزر في أكياس سودا، والمنظر كان صعب جدا. وده طبعا خلى رجال الأمن يشكوا في الراجل اللي عمل البلاغ، لأنهم استغربوا إزاي الراجل قدر يحدد معالم الجثة دي على الرغم إن المنظر كان صعب جدا، وصعب أي حد يقدر يتعرف على الجثة من المنظر ده. علشان كده يتم استدعاء الراجل اللي عامل البلاغ اللي هو بيقول إن هو والد البنت دي علشان يسألوه كام سؤال. وفي الوقت ده يجي فريق من الطب الشرعي وفريق من خبراء المعمل الجنائي ويتم فحص مسرح الجريمة كويس، وجمعوا كل الأدلة ورفعوا كل البصمات اللي موجودة هناك. ولما رجال الأمن استدعوا الراجل اللي عمل البلاغ، أول ما طلع في الشقة سألوه أنت إزاي عرفت إن بنتك دي هي أمنية اللي جوه الأكياس؟ والحقيقة إن إجابته كانت منطقية جدا، لأنه قال لهم إن الراس كانت لوحدها في كيس جوه الديب فريزر، وهو فتحها وعرف يعرف بسهولة إن دي بنت. والجثة بشكل عام كانت شبه مجمدة، وباباها قال إن هو بيتهم بشكل مباشر جوزها اللي اسمه محمود، وجوزها ده كان عليه كمية علامات استفهام كبيرة. ويبدأ فريق الطب الشرعي في فحص الجثة وفي فحص الأشلاء اللي كانت موجودة هناك، وفي نفس الوقت خبراء المعمل الجنائي يبدأوا يدوا رجال الأمن شوية معلومات. أولها إن ما كانش فيه أي آثار للعنف لدخول الشقة، يعني الشقة اتفتحت بسهولة أو بالمفتاح العادي، وده معناه إن اللي عمل الجريمة دي يا إما من أهل البيت يا إما حد كان الضحية تعرفه كويس جدا ومدياله مفتاح البيت. وعلى الرغم إن والد أمنية اتهم محمود جوزها إن هو اللي عمل كده، ولكن هو يظل اتهام مش أكتر من كده. مفيش أي أدلة تثبت إن محمود هو اللي عمل كده. وطبعا عدم تواجد محمود واختفائه ده خلى رجال الأمن يشكوا فيه وإن هو المتهم الأول في الجريمة دي، بس طبعا يتم تجميع المعلومات عشان يعرفوا يحددوا مين اللي عمل كده بالظبط. بس طبعا يكون هنا في شوية أسئلة مهمة جدا. إيه اللي خلي محمود يعمل في مراته أمنية كده؟ يموتها ويقطعها ويحطها جوه الديب فريزر في أكياس بلاستيك؟ ويا ترى كان ناوي يعمل إيه بالظبط وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ وإيه اللي كان في دماغه خلاه يقتل مراته بالطريقة دي؟ وهنا رجال الأمن قسموا نفسهم لكذا فريق. أول فريق بدأ يبحث ويسأل الجيران عن علاقة محمود وأمنية ببعض، وهل كان في بينهم مشاكل ولا لأ. الجيران لما اتسألوا اجتمعوا على رأي واحد إن هما من ساعة ما جم هنا في المنطقة دي من 3 سنين، وإن أمنية ومحمود ملهمش احتكاك بحد، وتحديدا أمنية كانت محترمة جدا وملهاش أي احتكاك بحد.
ولكن في نفس الوقت قالوا إن هما أوقات كانوا بيسمعوا خناقات ما بين أمنية ومحمود، والصوت كان بيبقى عالي وطالع من البيت. بس مرة واحدة الخلافات والخناقات دي سكتت وهديت خالص، ومبقاش يسمعوا أي صوت طالع من البيت. بس لما والد أمنية بدأ يسأل على أمنية وسأل الجيران، هنا الجيران بدأوا يفهموا إن أمنية أصلا مش موجودة في البيت. بس طبعا محدش كان يتوقع خالص إن أمنية موجودة جوه بيتها، بس مقتولة ومحطوطة في الفريزر. والفريق التاني من رجال الأمن كانت مهمته فحص الكاميرات اللي جايبة الشارع وجايبة البيت، وفحصوها بدقة كويس جدا. وتفريغ كاميرات المراقبة ده أكد كام معلومة. أول معلومة إن أمنية آخر ظهور ليها على كاميرات المراقبة كان من 5 أيام بس، وبعد ال5 أيام ما ظهرتش تاني خالص. كانت بتشتري حبة حاجات من البقالة اللي تحت البيت، وعلى طول خلصت وطلعت بيتها تاني، وده كان آخر ظهور ليها. وبرضه الكاميرات كانت جايبة إن بعد ما مراته طلعت بحوالي ساعتين، جوزها نزل من البيت راح اشترى أكياس سودا، وكانت طريقته فيها ارتباك وحركة غريبة كده، واشترى أكياس سودا وحبة حاجات وطلع الشقة تاني. بس الغريب بقى إن كاميرات المراقبة ما كانتش جايبة محمود وهو بيطلع من باب البيت اللي هو ساكن فيه، وده معناه إن هو طلع من مكان تاني غير باب البيت، أو بمعنى أصح هو كان عارف مكان تاني يطلع منه ما يكونش فيه كاميرات مراقبة تكون جايباه بشكل واضح. وهنا كل الأدلة بتأكد إن محمود هو اللي ارتكب الجريمة، خصوصا إن رجال الأمن عرفوا إن محمود أصلا شغال جزار، وده معناه إن هو عنده خبرة كويسة جدا في الذبح والتقطيع وإزاي يكيس كويس جدا. وبعد ما والد أمنية يهدى، يبدأ رجال الأمن يسألوه علشان يعرفوا منه تفاصيل عن علاقة أمنية ومحمود ببعض كانت عاملة إزاي بشكل مفصل، والقصة بتاعتهم بدأت من إمتى. الحكاية بدأت سنة 2008. أمنية بنت كانت عندها 16 سنة، بنوتة حلوة وجميلة وشكلها كان أكبر من سنها. محمود ابن عمتها اللي شغال جزار كان دايما معجب بيها وحاول يلفت نظرها أكتر من مرة، ومحمود كان أكبر منها ب15 سنة. تخيلوا إن محمود ده ابن عمتها، مش حد غريب، ومع ذلك عمل فيها كده. المهم إن محمود حاول يلفت انتباهها أكتر من مرة لحد ما أمنية بدأت تتعلق بيه. بنوتة صغيرة لقت واحد بيهتم بيها وبيسمعها كلام حلو، وعشان كده أمنية بدأت تتعلق بمحمود. وبمجرد ما محمود راح يتقدم لأمنية ويطلب إيديها، أهلها اتبسطوا ووافقوا بيه جدا لأنه ببساطة ابن عمتها، خصوصا إن أمنية كانت معجبة بيه وشبه بتحبه، وده خلاها توافق بسرعة، وأهلها كمان وافقوا. وبمجرد ما أمنية اتجوزت محمود سابت بيت أهلها في الجيزة وراحت عاشت معاه في الفيوم، لأن محمود كان مقيم هناك هو وأهله، وكان محمود شغال هناك في محل جزار. وعلى الرغم إن أمنية كانت متضايقة إن هي هتسيب بيت أهلها وهتروح بلد تانية مع جوزها، ولكن وافقت لأنها كانت بتحب محمود. وبعد ما يعدي كام سنة على الجواز ربنا يرزقهم بطفلين، ولكن بعد شوية بدأت علاقة الحب اللي ما بينهم دي يخش فيها شوية مشاكل. والسبب الرئيسي في الخلافات دي إن محمود كان عنيف جدا معاها وكان أحيانا بيضربها. ده غير إن كمان أمنية زهقت إن هي كل ما تحب تشوف أهلها بتضطر تسافر مسافة بعيدة، وده مع الوقت عمل لها ضغط نفسي وعمل لها مشكلة. وكانت دايما بتطلب منه إن هو يلاقي لها شقة قريبة من أهلها في الجيزة، على الأقل أهلها ممكن يساعدوها في تربية عيالها. ده غير إن محمود كان شارط على أمنية إن هي متشتغلش ومتطلعش من البيت غير بإذنه. ده غير إن أمنية كل ما تطلب من محمود إن هو يجيب لها شقة في الجيزة كانت تقوم بينهم خناقة، ودايما يقول لها إن أنا مش معايا فلوس إن أنا أجيب شقة في الجيزة لأن هي أكيد هتبقى غالية جدا. بس رغم كده أمنية قالت له شوف شقة في الجيزة وأنا هتصرف وهديلك كل الذهب اللي معايا تجيب بيه شقة في الجيزة. وفعلا محمود يعمل كده ويلاقي شقة في الجيزة وياخد منها الذهب ويبيعه ويجيب الشقة. والشقة دي كانت متواضعة وبسيطة جدا، ولكن أمنية وافقت إن هي تعيش فيها. بمجرد ما نقله في الجيزة ربنا رزقه بشغل تاني في الدقي في محل جزارة، وكان محل كويس جدا، والوضع المادي بتاع محمود بقى أحسن. طبيعي هنا إن الدنيا بين أمنية ومحمود تهدى وتبقى أحسن، ولكن اللي حصل العكس تماما. حجم الخلافات اللي ما بينهم كبر جدا، وفي نفس الوقت محمود ما كانش مراعي خالص إن أمنية دي تبقى أصلا قريبته، لحد ما يحصل بينهم خلاف ويقرر محمود إن هو يطرد بعياله ومراته من البيت بالليل. وساعتها أمنية ما كانتش عارفة تعمل إيه بالظبط، واضطرت إن هي تروح لبيت أهلها. ومن ساعتها أمنية فضلت قاعدة عند أهلها وطلبت من محمود إن هو يطلقها ويديها كل حقوقها، لكن طبعا محمود يرفض ويفضل سايبها عند بيت أهلها لمدة سنة كاملة.
وخلال الفترة دي محمود ما صرفش عليها ولا جنيه، لا ليها ولا لعياله، وكان أهلها هم اللي متكفلين بكل المصاريف. ولكن بعد سنة أمنية ترفع قضية على محمود وتطالبه فيها بالطلاق وإن هو يدفع النفقة بتاعتها وبتاعة الولاد، وفي نفس الوقت ترفع عليه قضية تبكير على الشقة لأنها أم حاضنة ومعاها طفلين. وطبعا أمنية ما كانش عندها أي مصدر دخل عشان تصرف على أولادها، وعشان كده اضطرت إن هي تلجأ للقضاء. بس بعد سنة كاملة من الخلافات والمشاكل محمود كان خايف إن أمنية تاخد منه كل حاجة، وعشان كده قرر يصالحها ويرجعها بيته تاني. وفعلا محمود دخل أهله وأهل أمنية علشان يصلحوا ما بينهم، وفعلا الأهالي قدروا يأثروا على أمنية ويرجعوها بيتها تاني. وهنا السؤال، ازاي قدرت تثق تاني في شخص مد ايده عليها وطردها من بيتها هي وعيالها الساعة 2 بالليل؟ ونيجي بقى للمشهد اللي قبل الأخير. محمود طلب من أمنية إن هي تسيب العيال عند أهلها علشان عايز يقعد يتكلم معاها كلمتين براحتهم، وإن هما هيسافروا هما الاتنين مع بعض مصيف علشان يسافروا كل الدنيا اللي ما بينهم. وطبعا ده خلى أمنية تتبسط جدا من تصرف جوزها، وفعلا عملت اللي هو قال لها عليه بالظبط. ولكن الحقيقة محمود كان مدبر لها حاجة تانية خالص، ودي كانت آخر مرة أمنية تشوف فيها أهلها وعيالها. لكن اللي حصل إن أمنية بعد ما ودت العيال عند بيت أهلها ورجعت بيتها تاني، فضلت يوم والتاني، وبعد كده الأخبار عنها اتقطعت خالص ومعرفوش عنها أي حاجة نهائي، لحد ما بدأ أهلها يقلقوا عليها ويسألوا عليها لأنها اختفت. لكن الغريب إن هم لقوا كمان إن تليفونها كان مقفول، ولكن أهلها توقعوا إن أمنية ومحمود عايزين يقعدوا مع بعض في هدوء فقفلوا التليفونات. بس بعد ما مر اليوم التاني بدأ أهل أمنية يكلموا محمود، ولكن الغريبة إن هم برضه لقوا تليفونه كان مقفول، وهنا بدأوا يقلقوا جدا. وفي أول اليوم الرابع لما جه بدأ أهل أمنية يروحوا على الشقة ويخبطوا عليها، ولكن اكتشفوا إن مفيش حد جوه ومفيش حد أصلا بيرد عليهم. وفعلا أهلها لما سألوا على أمنية في المنطقة اللي هم كانوا فيها، البقال اللي تحت البيت قال لهم إن أمنية شالت منه حاجات من تحت البيت وخدتها وطلعت بيها تاني. ووالد ووالدة محمود بدأوا يسألوا في المنطقة، بس مفيش حد فيهم قال إن هو شاف أمنية أو محمود خالص الفترة دي. وده زود القلق عند والد ووالدة محمود، وخدوا بعضهم ورجعوا تاني البيت في حالة قلق كبيرة جدا. وبعديها بيوم يقرروا ان هم هيرجعوا تاني عند الشقة، ولكن المرة دي مامة آية كان معاها مفتاح للشقة خدته معاها وهي رايحة. وفعلا اول ما راحت الشقة فتحت الباب بالمفتاح. اول ما فتحوا باب الشقة شموا ريحة وحشة جدا. في البداية توقعوا ان أمنية ومحمود قبل ما يروحوا المصيف بتاعهم طلعوا لحمة من التلاجة ونسيوها بره باب التلاجة لحد ما عملت ريحة وحشة وباظت. ولأن أصلا محمود جزار فوارد جدا يكون هو ده السبب. لكن يلفت انتباههم إن الشقة كانت مكركبة والسجاد مبهدل وكان فيه بقع دم على الأرض. ولما تتبعوا الدم ده لحد الديب فريزر، أول ما فتحوا الديب فريزر كانوا فاكرين برضو إن هي لحمة محطوطة في الفريزر، لكن أول ما فتحوا أول كيس اتفاجئوا بأشلاء بشرية ولقوا راس أمنية جوه الأكياس دي. وساعتها يتصدموا هما الاتنين ويصوتوا والجيران تتلم، وبعدها والد أمنية يكلم رجال الأمن ويعمل بلاغ بالواقع. طيب إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل إن محمود لما أخد أمنية في البيت علشان يتكلموا مع بعض، محمود كان خايف إن هو يخسر كل حاجة بسبب القضايا، وكان خايف يخسر الشقة اللي أصلا أمنية دافعة فلوسها. ولما محمود بدأ يتكلم مع أمنية اكتشف إن أمنية ما تنزلتش عن ولا قضية من القضايا دي، وبدأوا يتخانقوا مع بعض وصوتهم يعلى، وإنها قالت له إن هي مش هتتنازل عن القضايا دي إلا لما تتأكد وتطمن إن محمود اتغير معاها جدا وبقى كويس معاها، وساعتها هتبقى تتنازل عن القضايا دي. وساعتها محمود قرر إن هو هيقتل أمنية علشان يضمن الفلوس ويضمن الشقة. وأول حاجة فكر فيها الطريقة اللي هو يعرفها في الدب. وفعلا قام المطبخ جاب سكينة وجي قتلها بالسكينة زي ما بيذبح أي خروف بالظبط، وفضل يطعنها في كذا مكان لحد ما ماتت. وبعد ما ماتت قطعها لقطع صغيرة ونزل جاب أكياس سودا وحطها في الأكياس السودا دي، وحطها بعد كده في الديب فريزر لحد ما اتجمدت ومحدش يعرف عنها حاجة. وكان مخطط إن هو كل يوم هياخد كيس يروح يرميه في مكان مختلف بحيث محدش يعرف يتتبعه خالص. ولكن اللي حصل كان خارج توقعاته، وده اللي خلاه يهرب بسرعة. لأن اللي حصل إن من تاني يوم والد ووالدة أمنية بدأوا يكلموا أمنية ويكلموا محمود، وكان بيجيلهم رسايل على التليفون إن في حد بيحاول يتواصل على محمود على التليفون، وده خلاه يقلق ويهرب بسرعة. وده اللي خلاه يشك إن هما من تاني يوم هيبدأوا يشكوا في الموضوع ويجيله على البيت وممكن يكتشف أمره.
وبعد اكتشاف الجريمة بدأ رجال الأمن يتتبعوا محمود ويراقبوا كل تحركاته، وبعد 6 أيام بالظبط قدر رجال الأمن يمسكوا محمود. وبعد ما المحاكمات ما تخلص يتحكم على محمود بالإعدام شنقا. محمود لحد آخر لحظة ما كانش مستوعب إن هو ضيع بيته وقتل مراته وضيع عياله. والغلط الأكبر هنا إن إحنا نبقى شايفين إن الشخص عنده مشاكل وبرضه نثق فيه ونفضل ساكتين على مشاكله دي، لمجرد إن هو بيعرف يقول لنا كلمتين حلوين يضحك علينا بيهم. لو عايز تعرف إنسان بجد حطه في موقف أو في خلاف وهيبان إذا كان كويس بجد ولا كان بيمثل. لو لقيت أي علامات غدر أو حاجات مش مريحة اوعى تكابر وتكمل في العلاقة دي مهما كان التمن. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. سلام.